الصوفية تحت المجهر. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندنا مثل سوداني بقول لك يعني أسأل مجرب ولا تسأل طبيب. أخوكم السماني آدم حامد مالك، أنا كنت صوفي وكنت ماخذ الطريقة السمانية وماخذ الطريقة القادرية، طريقتين يعني، وكنت مقدم في الطريقة السمانية. وكان عندي كل يوم اثنين ليلة، كل يوم اثنين بدق النوبة جنب البيت وبنصب الرايات وبسوي الفتة والبليلة وبجمع الناس في الحي عشان يجوا شنو؟ يذكروا الله بالنوبة وينططوا حي قيوم حي قيوم بالنوبة. تنقد ده كله كنت قاعد اعمله. عندي خيمة في المولد سويت السنة واحد منها وتاب الله عز وجل علي وتركت التصوف. نعم، تركت التصوف بفضل الله عز وجل أولا، ثم بفضل هذه الدعوة السلفية المباركة. تركت هذا المنهج المنحرف. والله يا أخواننا، الصوفية دعوة إلى الشرك بالله، دعوة إلى البدعة والخرافة. أيوة والله، كل القصائد اللي بيقولوها أخواننا هنا نحن كنا بنعتقد عقيدة عديل. شفت كيف؟ بناديهم دي كنا بنعملها عديل. يعني أنا مشيت قبب ومشيت زيارات، جوا القبة أنت بتطوف زي طوافك بالكعبة، حاجة شفتها بعيني وعملتها. الحمد لله ربنا تاب علي. بنطوف وبنسأل الميت، بنسأله النفع وبنستعيذ منه من الضرر. الميت الشيخ بنعتقد فيه. كنا بنعتقد كل القصائد اللي بيقولوها اخواننا ديل والشباب ديل جزاهم الله خير وبينوها للناس. ممكن المنهج بتاع بيان يكون فيه غلظه وشده، لكن هو عنده دليل على الكلام ده، عنده دليل انه يبين بهذه الصوره. والله الكلام ده كله كنا بنعتقده وكنا بنطبقه وبنعمله. اخطر عقيده كنا بنعتقدها انه الشيوخ بيعلموا الغيب، انه الشيوخ بيعلموا الغيب. والكلام ده يعني اصل له البرعي في قصائده، زي ما قال قوماك نزاور للأولياء الأكابر، منهم خفي الحال، منهم مجاهر، منهم عليم بالغيب ظاهر وباطن. يعني كنا بنعتقد انه والله الشيوخ ده بيعلموا الغيب. واحد عنده مشكلة، عنده حاجة رايحة له، بيمشي لمنه للشيخ عشان يسأله انه يرد له حاجته دي او يقضي له الحاجة بتاعته. وربنا سبحانه وتعالى قال للنبي شنو؟ قال له قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. الكلام ده للرسول عليه الصلاة والسلام، أفضل الخلق وأشرف الخلق صلى الله عليه وسلم. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. نعم والله الصوفية دعوة إلى الشرك بالله عز وجل، الكلام ده أنا مجربه، ودعوة إلى البدع. يعني انت بتذكر الله بالنوبه كيف؟ يعني انا داير اعرف. النوبه دي كنا بندقوها بننطط لحد ما العرق يكب. حي قيوم حي قيوم حي قيوم الله الله. يعني حاجه استهزاء بالدين يا اخي، ده استهزاء. أيذكر الله عز وجل بهذه الطريقه؟ أيذكر الله عز وجل بهذه الطريقه؟ انا لما خشيت ذاتي لاوزت. انا لما خشيت بنيه التمسك بالدين صحيح. انا ابوي صوفي وعندي اخوي في البيت صوفي جد كمان. يعني نحن حينا كله صوفية وبنمشي الزيارات في الصابونابي هناك عندنا في ولاية السنار. انت كيف؟ الكلام ده عندنا يعني نحن هناك. بس الأخ قال أنا من أسرة صوفية، لكن أنت ما تعمقت في التصوف. أنا تعمقت في التصوف، كنت مقدم عديل، بلبس جلابية خضراء، عندي رايات، عندي نوبة، عندي خيمة بتاعت مولد كمان، خيمة بتاعت مولد يا أخواننا تخيلوا. أيوة والله. فشفتوا يا اخواني الكرام الصوفيه دعوه الى الشرك. انا بقول لك عديل والله، انا والله قلت على ابوي والله، وهو بقول لك نحن علمنا. انا لما خشيت قلت له داير العلم. والله قعدت مع الشيخ، طبعا الشيخ الاول كذا نقص لكم قصته، لما اداني الطريقه انا لاوزت منه. كيف؟ لانه كان زول مترفع متكبر اسمه الشيخ السماني في منطقه اسمها العيدان علينا هناك. يعني اول حاجه الزول ده قاعد في كرسي فخم كده بتاع المكاتب داك، اللابتوب بتاعه قدام، السماعات في اذنينه، قاعد يا زول الجماعه يجوا يخطوا له البياض ويعزم لهم. ده الشيخ السماني ده. نحن جينا ناس السوقي اخذنا الطريق.
أذن الآذان بتاع العصر، قفلوا الشيخ جوا أوضته، ونحن مشينا الجامع جوا المسجد صلينا، وانا قلبي اكلني يا جماعه. الشيخ ده وينه ما جا صلى معانا. قلت له يا اخونا الودانا الغشانه اسمه ابازر الله يهديه الى الصواب، قلت له يا اخويا الشيخ ده ماله ما جا صلى معانا. قال لي يا زول هوي الشيخ ده بصلي في مكه انت يا زول الكلام ده. والله يا اخوان الكلام ده قالوا لي شخصيا. قلت له يا زول الكلام ده صحيح؟ قال لي صحيح. انا سكت على كده، ما كان عندي علم عشان اقدر اردها. وعبد الله بن مسعود يقول ولقد رأيتنا وما يتخلف عن صلاة الجماعة إلا منافق معلوم النفاق. في عهد الصحابة كان يؤتى بالرجل فيهادى بين الرجل والرجلين حتى يقام في الصف للصلاة. ما كان بيلعبوا في الصلاة الصحابة، ده شيخ ولي بدي الناس الطريق وبوجههم لرب العالمين، وهو بيتخلف عن صلاة الجماعة. دي أول حاجة خلت قلبي ياكلني شوية. بعد فترة بنمشي له زيارات وانا ما مطمئن له، جيت قعدت مع الصوفية في البلد، هم خليط غادرية وبرهانية وسمانية، عندنا عصر كل يوم جمعة، والعصر ده يا اخواننا بتسمع فيه النبذ الفاحش البذيدة، بزاء ما بعدها بزاء، يقول لك ده مشربنا بتاع الطريقة. انا اعترضت، انا جيت عشان اطلع من الجو بتاع النبذ ده والحفلات وبتاع، واجي القى جو ديني لقيت اسفت من الجو ذاك. والله العظيم صحي زي ما بكلمك. فقلت لهم يا جماعه والله الشيخ السماني ده ما عنده خلوه وما عنده، انا داير اتعلم الدين يا اخي. والشيخ ده والله قلت له يا شيخ سليمان، ده اسمه شيخ سليمان ما عاجبني والله، ماخذ طريقه غادريه مكاشفيه الزول ده، وبدي طريقه زول مقدم كبير. قال لي يا زول ان احنا طريقتنا دي احسن طريقه، الطريقه الغادريه المكاشفيه. قال لي اول حاجه شيخنا عبد الباقي المكاشفي ده قعدني لك قدامه الزول ده. قال لي شيخنا عبد الباقي المكاشفي ويبكي ويقلقش في دموعه. والله يا اخوانا قال لي والله شيخنا عبد الباقي المكاشفي ده عنده كرامات لو حكينا لكم بها الصلوات الخمسه تخلوها. قال لي الرسول جاء في اليقظه ما جاء في النوم، جاء قعد معاه وقال لي يا شيخ عبد الباقي المكاشفي انت ما بتدي الناس الطريقه لشنو؟ قال له والله يا الرسول كان بيتضمن لي ناس ديل انا بديهم الطريقه، تضمنوا لي في الجنه. قال له والله انا اضمنهم لك بخمومهم ورمومهم وسجم رمادهم. قال لي والله اللي باخذ الطريقه المكاشفيه النار ما بتاكله لا في الدنيا ولا الاخره. عديل حلف لي. وفي قصص كثيره بس انا ما داير اطول على الناس، لكن دي القصص اللي بيحكوها لي رغبني في الطريقه بتاعته. تقيت من ضمن القصص برضه قال لي انه الشيخ ده بيحيي الموتى يعني، وقال لي انت عارف سموه المكاشفي ليه؟ لانه بيكشف ما في القلوب. يعني عارف انت لما تجيه كده بكاشفك كك بيعرف انت جواك في شنو، انت جاي ليه ذاته. عديل والله قال لي كده. قال لي يا اخي كان في مرجات ماشيه الحج عندها بنيه صغيره، قالت له يا ابويا المكاشفي بتدي امانه فوق رقبتك امشي احج واجي. هالمره فاتت وجات لقت بنتها ماتت، بقت للشيخ هنا في رقبته. بنتي بس قالت لي ما بعرف. قال لها يا مره بنتك ماتت قبال كذا شهر ودفنها. قالت لها انا بنتي بس دايرها هسي، انت شيخ على شنو؟ لازم تجيب لي بنتي. قال ابونا الشيخ المكاشفي والله يا جماعه بتذكر الموقف ده والزول بيبكي. الكلام ده قبال 4 سنوات، انا كان عمري 17 18 سنه معاك فيه. قال للحوار بتاعه يا فلان تعال. فلان ده قال له تمشي قبر فلان اتدفناه قبال كم يوم وتقول لها قال لك يا ابويا الشيخ المكاشفي تقومي باذنه كمان. قال لك الفقير ده استغرب ذاته تحير، قام فات بس فات وقف في القبر كده. ويا اخونا والله لازم هذه الافكار تنقض، ولازم هذه تنقض بهذا الاسلوب، لانه في ناس كتار معتقديننا، في ناس كتار ماشيين عليها. انت كم ما وريته نصاح ما بموتوا على كده، ودين شالوا حق الله ودونا العبيد. لازم الناس دي تتكلم، لازم الناس دي تبين، كم ما بينت الله بيسالنا كلنا بعد يوم القيامه. قال الفقير ده فات القبر ووقف في راس البيت، قال لي يا فلانه ابويا الشيخ قال لك تقومي باذنه. البيت دي كم قامت؟ زولك ده قال لك جرى خاف. قال البيت دي جات من سمعت جات البيت المكاشفي قال للمرة تعالي ديك بنتك سوقيه وامشي. المرة قال ساقت بنتها وماشيه كده البيت، مرقت من بيت المكاشفي وقعت البيت ميته، ماتت تاني. المرة قالت امنت بيك يا المكاشفي، يعني رديت لي امانتي حييتها لينا كده شنو؟ كده اطمئنيت ان بنتي ماتت صحي. بعد ذاك قاموا فاتوا شنو؟ دفنوها. قالوا الفقير ده قام جاو قال لي ابويا الشيخ يا اخي دي درجه شنو اللي وصلتها دي ذاته، حتى ما بتقول باذن الله. يعني انت قلت لها شو؟ قول لها قومي باذنه ولا باذن الله ذاته يا الشيخ. قال لي يا فلان انا لو قلت لك قول لها قومي باذن الله واذن الشيخ كان المغابر دي كلها قامت وجات وراك.
ده الكلام اللي قالوا لي. والله يا الزول ده صوفي كبير ولا الان صوفي. ده شفت تجي تقول له يا اخي لما تعتر له طوبه كده ينمو كاشفي، قايم ينمو كاشفي، قاعد ينمو كاشفي، شارب مويه ينمو كاشفي، ما بس احواله كلها مكاشفي يا جماعه. والله نحن صوفيه الكلام ده ما كان بيسرنا. هسه تمشي تقول له يا عم فلان يا اخي ما تقول يا المكاشفي، والله عنده بسطونه خطيه بس مخصوص للناس اللي بيقولوا له الكلام ده غلط، مبرمج على البرنامج ده. فانا الداير اقوله انه الصوفيه دعوه الى الشرك بالله ودعوه الى البدع، تريد ان تصرف الناس عن التوحيد وعن السنه النبويه المطهره. والكلام ده اخواننا جابوه من الكتب، لكن انا بقول لك انه هو واقع موجود، والاخوان المسلمين سكتوا عنه، وجماعه انصار السنه الموجوده هسه ساكتين عنه، وناس كتار ساكتين عن الكلام ده، وما ينبغي ان يسكت عنه. سكت عنه علماء الامه رغبه او رهبه، ساكتين عنه ليه؟ ده ما باطل. مفترض الصوفيه ذاتهم المتعلمين العارفين ده صح وده غلط. هو ما في شيخ بيقول للناس تعال اعبدوني، لكن ما قاعد يقول لهم ما تعبدوني. بيكون شايفك انت بتحبي له زي ده، شفت كيف؟ عشان جاي يتقبل يده بمد عليك. والله العظيم ما بقول لك يا اخي لا 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 لا، بل عديل واحدين ديل بيقول لك نحن اولياء عديل ينادوك تعال. ده حال الصوفيه، دي الصوفيه الموجوده الان، ودي هل بينتقدوا فيها اخواننا ديل. والله الذي لا اله غيره هذه دعوه مباركه، هذه دعوه مباركه، هذه دعوه مباركه، واسال الله ان يبارك فيها وأن ينقذ بها أناسا كثر قد وقعوا في هذا الغي وفي هذا الضلال. فأسأل الله عز وجل أن يردنا إليه ردا جميلا، وأن يأخذ بنواصينا إلى البر والتقوى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وجزاكم الله خيرا وبارك الله.